يا مساء أو يا صباح الضحكة السينمية حسب ما بتشوفه. بعد ما اتكلمنا الفيديو اللي فات عن أفلام التمانينات والتسعينات بصفة عامة، النهاردة هنخصص الأفلام في التمانينات والتسعينات بس الكوميديا بس. الفترة دي كان فيها كنز الضحك اللي بيشير رسالة. أنا مجهز لك النهاردة 10 من أهم الأفلام الكوميدية، هنقول لك مين بطلها وسنة عرضها، وبسرعة على طول بدون كلام يلا بينا نخش في القايمة. رقم واحد معانا فيلم 424 سنة 1981، بطولة يونس شلبي وسمير غانم ولبلبة، والفيلم ده بيتكلم عن البيزنس الغريب. رقم اتنين فيلم سلام يا صاحبي سنة 1987، بطولة عادل إمام وسعيد صالح وسوسن بدر. طبعا الفيلم ده بيتكلم عن الوفاء والصداقة. رقم تلاتة اللعب مع الكبار سنة 1991، بطولة عادل إمام وحسين فهمي ومحمود الجندي. الفيلم ده أي نعم مش المغزى بتاعه كوميدي، بس معمول بحبكة درامية كوميدية جدا، بيتكلم عن ضمير الراجل. رقم أربعة يا مهلبية يا سنة 1991، بطولة ليلى علوي وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم، والفيلم ده بيتكلم عن سذاجة الشهرة. رقم خمسة فيلم بخيت وعديلة الجزء الأول سنة 1995، طبعا بطولة عادل إمام والفنانة شيرين، ده بيتكلم عن الحظ السعيد والحظ العبيط. رقم ستة إسماعيلية رايح جاي سنة 1997، بطولة محمد فؤاد وحنان ترك ومحمد هنيدي. الفيلم ده بيتكلم عن الطموح من الصفر وقصة كفاح. رقم سبعة الواد محروس بتاع الوزير سنة 1999، بطولة عادل إمام ووفاء حامر. الفيلم ده بيتكلم عن السلطة والجشامة والناس اللي حواليها والحاشية الفاسدة. رقم 8 فيلم همام في أمستردام سنة 1999، بطولة محمد هنيدي وأحمد السقا. الفيلم ده بيتكلم عن برضه قصة الكفاح والصمود في الغربة وإزاي يقدر يوصل اللي هو نفسه فيه ويحقق حلمه. رقم 9 فيلم الناظر سنة 2000، علاء ولي الدين وحسن حسني وأحمد حلمي ومحمد سعد عاملين أكتر فيلم كوميدي بحبه في حياتي. رقم 10 فيلم الليمبي سنة 2002، محمد سعد بعد ما نجح في الناظر بشخصية الليمبي عملها فيلم كامل، بطولة محمد سعد وعبلة كامل وحسن حسني. وما اعتقدش ان حد يقدر يعترض على كوميديا الفيلم ده. زي ما شفنا الكوميديا المصرية مش بس ضحك، هي مراية للمجتمع وبتقولك كلام كبير تحت غطا الإفيهات. العشر أفلام دول كل واحد فيهم بيجسد مغزى مختلف، سواء عن الغربة أو الفساد أو حتى بدايات النجوم. دلوقتي جه دوركم، إيه أكتر مغزى عجبكم من الأفلام ديت؟ وإيه أكتر فيلم كوميدي اللي شايف إن ظلمناه وما ذكرناهوش؟ اكتبولي تحت في التعليقات، وأشوفكم بكرة في حكاية سينما جديدة. أتمنى تكون القايمة ديت عجبتكم.